بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع قناة أطايب. وصفتنا اليوم الشربات، بزاف محبوبة عند العائلات الجزائرية في رمضان. تقريبا ما كان حتى مائدة في رمضان في العائلات الجزائرية تخلو من الشربات. نبدأ على بركة الله. عندنا الشربات مخدومة بالشربات، لذا يقولوا لها الشربات. عندنا الشربات تستخدم بريتلة تاع ماء، كل ريتلة تاع ماء قبلها كاس تاع سكر، ريتلة ماء قبلها كاس تاع سكر، نحطوها فوق النار ونبداو نحسبوا كي تبدا تغلي. كي تبدا تغلي فوق النار نحسبوا 10 دقائق. منتظرين منكم متابعة وجام ولايك. عندنا إضافات واحدة أخرى، حامض الاستريك، عندنا لافاني، عندنا النعناع، عندنا لاروم تاع المزهر ولاروم تاع الشربات ومبشور حبة ليمون. كل وحده وقتاش راح نديروها. كي يبدا يغلي كيما راكم تشوفوا هكذا نحسبوا 10 دقائق، نطفوا عليها ونجيبوا اناء نتاع بلاستيك، ما ديروش على الحديد باش راح نغلفوا بالسيلوفان باش ما يلهبلناش السيلوفان نتاعنا. نفرغوها في الاناء ونزيدوا عليها النعناع ومبشور الليمون. يا البنات، حمض اسيد ستريك نقدروا نعوضوه بكاس ليمون ان حبيتوا تخدموها حاجه ناتورال. واذا ما كنت ما عندكمش في المحلات راهم يخدموها باسيد ستريك، ما يخدموهاش بالليمون. نغطوها بالسيلوفان وهي سخونه كتشوفوا في الضباب كيفاش هي ضبت برسكو باش ما يخرجناش الريحه تاع النعناع والريحه تاع المبشور الليمون. خلوها في الفريجيدير مده ساعه او ساعتين حتى تبرد تماما. نصفوها كما كنت تشوفوا، راني صفيتها في الطاس ودرنا مغرف تاع لافاني نتاع قهوه، مغرف مش معمره مليح نتاع اسيد ستريك، ومغرف نتاع لاروم تاع المزهر، ومغرف ولا مغرف ونص نتاع لاروم تاع الشربات. اوكي، انا جتني فيها واحد زوج مغارف، درتها نهايه القرعه، درتها كامل. راه لونها تجي اخضر فاتح، راه لاكام تاعي مش تبين مليح. كي درنا لاسيد ستريك راكم تشوف كيفاش راهو تبدل اللون تاعو. وهذا من بعد ما فرغناه بعد ما برد مليح، كملوا لها نهار في الفريجدار حتى تبرد مليح لانها كتغلي. وسربوها وبالصحة والهنا عليكم، وما تنسوناش بالمتابعة والجام تعليقاتكم الطيبة. مستنيكم من بعد ما تسيوها. راه مش هذا هو لونها يا البنات، لونها راه يجي اخضر كلير، راه مش بينتها لنا مليح. وشكرا.